هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. فيلمنا النهاردة بيحكي عن المستقبل بعد 20 سنة، بيوضح كمية الخراب اللي وصلت له الأرض بسبب التطور اللي وصل له الإنسان في كل المجالات. ونتيجة التطور ده الإنسان دمر الطبيعة وقوانينها لحد ما وصل للاحتباس الحراري، وده تسبب في تدمير الغلاف الجوي، وبناء على كده انتشرت الأمراض في الأرض بكل الأشكال والأنواع والألوان، لحد ما الإنسان بدأ يفكر في إنه يعمل شبكات تنقية للهواء وسماها سكاي نت علشان يقدر يحافظ على الحياة اللي باقية في الأرض. والمدن بقت بتتسمى بأكواد، ومثال على كده هونج كونج واللي كان كودها بي 16. بس الحلو ما بيكملش، وأثناء ما البشر بيبنوا الشبكات العملاقة دي بيقع نيزك على الأرض بيدمر جزء كبير منها، وبتخرج منه نباتات غريبة اسمها بندورة وانتشرت بسرعة كبيرة جدا. والنبات ده فضل ينمو بشكل سريع بسبب وجود الأمطار، ومحدش كان قادر يقرب منه أو يدمره لأنه يعتبر سلاح بيدمر أي حاجة تأذيه. وبالرغم من كده كان ليه فايدة كبيرة جدا، وهي إنه ساعد في إنه ينقي المجال الجوي للأرض من الغازات السامة، وخلى الناس تتنفس هواء نظيف تاني. وبسبب كده البشر بدأوا يحبوا وجود البندورة ويشوفوا إن فايدتها كبيرة جدا ليهم. وده تايلور كان بيفرج بنته سيسي على صورة قديمة للأرض ومتصورة من الفضاء، وبيوريها قد إيه الأرض كانت جميلة. لكن سيسي مش بيفرق معاها شكل الأرض ده علشان مش دي الأرض اللي عاشت وكبرت فيها واللي بقت متدمرة كليا. وكل ده كان بيحصل في عقل تايلور اللي كان بيتذكر سيسي بنته اللي ماتت من الأمراض اللي انتشرت في الأرض وقتها. ولما خلص ذكرياته راح لجونسون صاحبه وقائد منطقة بي 16، وفضلوا يتكلموا ويهزروا ويضحكوا مع بعض. وجونسون سأل تايلور هو بيعمل ايه دلوقتي، وتايلور بيرد بانه بيستمتع بالهواء ونقائه، وجونسون بيقول له انه يستمتع بالهواء على قد ما يقدر لان الوضع حاليا ما يطمنش. فبيسأله تايلور عن السبب، وجونسون بيرد عليه وبيقول له ان الإدارة قررت تبعت وحدة روبوتات كاملة وانه مش مطمن. وبيسأل تايلور لو كان خايف، وتايلور بيرد وهو بيضحك وبيقول له انه ممكن يبدلوا الاماكن ويشوف لو كان خايف ولا لا. وهما بيتكلموا بتوصل طيارة وبتكون فيها العقيدة تام ومعاها الدكتور تشان اللي كان مسؤول عن تطور نوع جديد من الرصاص علشان يقدروا يستخدموه مع البندورة، واسمه الرصاص الجيني. وبياخدهم جونسون وتايلور للواء لي تشون المسؤول عن تطوير سكاي نت. وفي الطريق جونسون بيستغرب ليه العقيدة تام لسه بتستخدم الروبوتات لحد دلوقتي، ولما بيسألها تام بترد انها بتثق فيهم اكتر من البشر. واول ما بيوصلوا عند اللواء لي شون بيسأل العقيدة تام عن سبب الزيارة، فالعقيدة تام بترد عليه وبتقوله ان معدل نمو البندورة بيزيد مع كل نقطة مية، وان وصل لها معلومات من الارصاد الجوية ان هيكون في عاصفتين كبار في بي 16، وان العاصفة الاولى هتتسبب في نمو للبندورة مش هيتجاوز ال 2 كيلو متر، لكن العاصفة التانية اللي هتكون اكبر واشد هي اللي هتأثر وتأثيرها هيكون كبير، وهيوصل لدايرة تغطي بي 16 كلها وهتقضي على كل سكانها، واللي عددهم يوصل ل 5.6 مليون نسمة. وهنا لي شوم بيسأل عن خطتهم، فبيتكلم دكتور تشان وبيقول انهم لازم ينجحوا في برمجة البندورة بعد الابحاث اللي اتعملت، وخاصة لان الابحاث اثبتت ان البرمجة الجديدة للبندورة هيكون فيها امل لاستمرار البشرية، عشان البندورة بتمتص كمية كبيرة من الملوثات وبتحولها لغاز هيدروجين، ده غير الاف 9 للابحاث اللي اتعملت في مختبرات المنطقة واللي اكتشفوا فيها فعالية البندورة في مواجهة فيروس اسمه بي 7 ان 9، وده يبقى الجد ال 15 لفيروس كورونا. المهم ان بكده تدمير البندورة مش في مصلحة حد، علشان كده طوروا مصل جيني يخلي البندورة في حالة سبات وبيحافظ عليها لأطول فترة ممكنة. والعقيدة تام كملت كلام وقالت ان المركز بعت روبوتات لتنفيذ المهمة علشان يضمنوا نسبة نجاحها، بس عرضت عليها علشان يضمنوا نسبة نجاح اعلى انهم يدخلوا المدق، وده مكان تلقيح الزهرة، وهناك هيضمنوا ان البندورة هتساعدهم في تنقية الغلاف الجوي. بعدها اللواء لي سأل هيحصل ايه لو فشلت الخطة دي، ورد تام ان في حالة فشل الخطة هيلجأوا للخطة البديلة، وهي انهم يرموا راس نووية في البندورة قبل العاصفة التانية، وهنا تأثيرها هيمتد ل 14 كيلو متر، والضحايا المتوقع انهم هيموتوا حوالي 160 ألف نسمة. وجونسون بيدخل في الكلام وبيسأل هيخلوا عدد السكان ده كله ازاي، بس بيكتشف ان مفيش خطط للإخلاء، وانهم هيضحوا بال 160 ألف شخص مقابل ان باقي السكان بتوع المنطقة يعيشوا. والعقيدة تام بتدي شريحة إلكترونية للواء لي علشان يفعلها، وبعد ما بيفعلها بتمشي مع جونسون اللي بياخدها وبيروحوا لأوضة العمليات، وهناك جونسون بيشرح الخطط اللي هيمشوا عليها، بس تايلور بيرفض الخطط دي وبيتكلم مع العقيدة تام وانه مش هيضحي بجنوده علشان ينفذ الخطط دي. لكن جونسون بيدخل وبيحمس الجنود بانهم يقدروا ينفذوا المهمة، وبعدها بيوجه كلمة للعقيدة تام وبيقول لها ان مفيش خطة بديلة علشان مش هيسمح بتدمير البندورة لانها بتفيد البشرية بالكامل. وبيخرج الجنود كلهم
وبيستعدوا للمهمة وبيركبوا الطيارات وبتبدأ رحلة كفاحهم. وبعد فترة بيدخلوا مجال البندورة، ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا ان المنطقة مليانة عواصف وامطار، بس بتنجح الطيارات تدخل حوالين البندورة وترش مادة التباين اللي هتوصلهم للمدق علشان يوصلوا لمركز تلقيح الزهرة. بس بتبدأ البندورة تهاجم الطيارات بالاطراف بتاعتها وتوقعهم كلهم بما فيهم طيارة تايلور، وبينقطع الارسال مع مركز العمليات. وهناك العقيدة تايلور بتقرر انها تنفذ الخطة البديلة، بس جونسون بيمنعها وبيقول لها مش معنى ان الاتصال انقطع يبقى العملية فشلت، وان هو اللي هيكمل العملية. وبيستعد جونسون وبيفكر انه هيكون محتاج حد معاه، فبيروح للحي الشعبي وهناك عايش ياو تارون، واللي كان زميل تايلور وجونسون في الجيش، بس اتطرد بسبب عصيان الاوامر وبقى بيبيع الافلام في الحي الشعبي. ولما جونسون بيوصل للحي الشعبي بيلاقي تارون بيبيع فيلم الواحد، فبينده عليه وبياخده معاه، وبيبقى الكل مستغرب ازاي واحد اعور زي ده كان في الجيش. وجونسون بدأ يفهم تارون انهم رايحين ينقذوا تايلور، وبيديله سلاح وبيسأله لو كان فاكر بيستخدمه ازاي ولا لا. فبيضحك تارون وبيركب معاه المدرعة اللي هيروحوا بيها المكان البندورة. في غرفة العمليات العقيدة تام ما كانتش مصدقة ازاي الاتصال انقطع قبل ما يتدمروا، وعلشان تفهم اللي حصل طلبت لوسي المسؤولة عن الاتصال وسألتها ايه سبب انقطاع الاتصال. وهناك تايلور بدأ يفوق بعد ما طلع سليم من الاصطدام، وبيروح علشان يطمن على الطاقم اللي معاه، بس بيلاقي كولر مغمى عليه، فبيحاول يفوقه وفعلا كولر بيفوق. وبعدها بيروح يطمن على لينكن، بس لينكن كانت حالته سيئة جدا ومصاب. وتايلور قال لكولر انهم لازم يروحوا المستشفى القريبة من المكان علشان ينقذوا صاحبهم. وبتتصلح الاشارة وبيعرف جونسون ان تايلور في المستشفى وبيتحرك على هناك. وتايلور وكولر بياخدوا لينكن وبيروحوا بيه المستشفى. وهناك تايلور بيسيب كولر مع لينكن وبيروح يدور على اي ادوية يقدر ينقذ بيها لينكن. بس وهو بيدور بيلاقي لعبة شبه اللي كانت مع بنته زمان، ولما بيبص بيلاقي بنت صغيرة خايفة، ولما بيسألها خايفة ليه بتقوله ان في وحوش في كل مكان وهي بتحاول تهرب منهم. فبيطمنها وبيبدأ يقتل الوحوش اللي موجودة حواليهم. ولما تايلور بيخرج ومعاه البنت بيلاقي وحوش اكتر بتجري وراه. وهنا بيلاقي جونسون وصل ولابس بدلة غريبة، بس ما بيهتمش لانه بيقدر ينقذهم. وبيروحوا علشان يشوفوا لينكن وكولر، بس بيلاقوا ان لينكن في وحش قتله، وكولر كان مستخبي في ثلاجة الاموات. فبيمشوا كلهم علشان يهربوا، بس بيتصدموا ان عدد الوحوش زاد حواليهم. وجونسون بيتصل بتارون وبيطلب مساعدته، فبيروح لهم بسرعة وبيفجر الجدار وبينقذهم من الوحوش، وبيركبوا كلهم المدرعة. واول ما تايلور بيشوف تارون بيبدأ يتعصب على جونسون وبيقول له ازاي يجيب واحد زي ده في المهمة دي. فتارون بيرد عليه بكل برود وبيقول له ان لولا وجوده كان زمانه ميت وان هو اللي. وهناك في مركز العمليات قدرت لوسي ترجع الاتصالات تاني، وبتطمن على حبيبها كولر انه لسه عايش. وفي نفس الوقت كانت العقيدة تام مطلوبة من اللواء شون، وبيسألها ما نفذتيش الخطة البديلة ليه، وتام بتقوله انها ما تقدرش تنفذ والخطة الاولى شغالة وكمان لسه قدامها ساعتين. فبيسكت شون، وجونسون بيقول لتايلور ان الخطة لسه شغالة والخطة البديلة مش هتتنفذ دلوقتي. وبيتفاجئ تايلور من ده، وجونسون بيقرر انهم لازم يدوروا على الرصاص الجيني في المكان اللي اتدمرت فيه الطيارات علشان يكملوا المهمة. وبيطلب من كولر يحدد مكان الرصاص الجيني واذا كان لسه سليم ولا لا. وكولر بيقدر يحدد مكان الرصاص وانه قريب من مكان الاصطدام، وبيقول لجونسون انه لسه سليم ويقدروا يستخدموه. بس للاسف فرحتهم ما بتكملش لان لوسي بتكلم كولر وبتقول له انها لقت دليل ان في روبوت خاين وسطهم، وهو السبب في ان الاتصال اتقطع وقت الاصطدام، وانهم لازم يلاقوها علشان المهمة تنجح. وبيوصلوا للمكان اللي المفروض الرصاص الجيني موجود فيه، والمكان ده عبارة عن انقاض، وبينزلوا علشان يلاقوه ويكملوا المهمة. بس وهم نازلين البنت الصغيرة كانت خايفة تقعد لوحدها وبتصعب على تايلور، فبيقعد معاها وبيسيب كولر وجونسون هما اللي يروحوا. وتايلور بيبدأ يطمن البنت وقال لها انه مش هيسيبها، وبيسألها عن حكايتها، فبتقول له ان اسمها بانسي وانها مريضة كانسر وتاهت من امها في المستشفى. وده بيخلي ذكريات سيسي بنت تايلور ترجع له تاني، وبيفضل يعيط وبيحضن بانسي علشان يطمنها. وبيوصل جونسون وكولر للمكان الموجود فيه الرصاص، بس بيكون على ارتفاع كبير جدا. وجونسون بيقرر ان هو اللي هيجيبه باستخدام البدلة الخارقة بتاعته. وبيفضل كولر تحت علشان يدور على الروبوت الخاين، وفعلا بيلاقي راسه تحت الانقاض. وجونسون كان خلاص قرب يوصل للمكان، ومع اخر مرحلة الانقاض كانت هتقع وتوقع جونسون معاه، بس بيظهر تايلور اللي بيمسك ايده وبيساعده. وجونسون بيستغرب وبيسأل تايلور هو ساب بانسي ازاي، وتايلور بيرد انه اقنعها انه لازم يساعد اصحابه علشان ممكن يحتاجوه. وبيتعاونوا هما الاتنين علشان يقدروا يعدوا كل الوحوش اللي موجودة في المكان لحد ما بيقدروا يوصلوا للرصاص الجيني فعلا. بس للأسف وهم نازلين بيبدأ المبنى ان
بينهار عليهم والوضع كان صعب بس بيقدروا يهربوا منه. وكمان معاهم راس الروبوت والرصاص الجيني. وفي المدرعة كولر بيبدأ يحلل البيانات اللي موجودة في راس الروبوت وبيعرف ان في حد فعلا اداله الاوامر انه لازم يدمر الطيارة علشان يبوظ المهمة. فبيفضلوا يفكروا مين ليه مصلحة في كده لحد ما تايلور بيخمن ان تام هي المسؤولة، بس كولر بيقوله ان اللواء شون يقدر يعمل كده برضه. وبيبدأ جونسون يربط الاحداث وانه اللواء شون كان خايف المهمة تنجح علشان كده مش هيقدر يبني شبكات سكاي نت، وبالطريقة دي ربحه هيقل. وجونسون بيطلب من كولر يتصل باللواء، وجونسون بيقوله انه عرف خطته وانه ما كانش فارق معاه ارواح الناس قد ما كسبه الشخصية. واللواء شون بيعترف له وبيقوله ان الموضوع مش مجرد كده بس، وانه لازم يكون مسيطر على كل حاجة موجودة تحت الشبكات، وانهم مش هيقدروا ينفذوا المهمة دي لان في روبوتات تانية في المكان هتمنعهم. وشون بيقطع الاتصال في المنطقة كلها وبتختفي اشارة الفريق من مركز العمليات، واللي هناك العقيدة تام بتقرر تنفذ المهمة التانية لو الاتصال مرجعش خلال نص ساعة. وبيدي شون اوامر للروبوتات اللي في المنطقة انها تهاجم الفريق اللي هناك، وبتبدأ المطاردة منهم، لكن تارون كان محترف السواقة وقدر يهرب بيهم. وبيلاقي ان الجسر اللي ماشيين عليه متقطع، فتارون المجنون بيكمل الطريقة علشان العربية تطير للناحية التانية من الجسر، بس الروبوت مش راضي يسيبهم وبيمسك فيهم علشان يسحبهم معاه. وجونسون ما بيلاقيش حل غير انه يضحي بنفسه علشان المهمة تنجح، وبيعمل كده فعلا وبيرمي نفسه على الروبوت علشان يسيب المدرعة، وبيحاول تايلور يمنعه لكن للأسف بيتأخر. وتايلور كان حزين جدا علشان بيخسر كل الناس اللي بيحبهم، بس حاول يهدي نفسه علشان المهمة تكمل. وبيقدروا يوصلوا بعدها لمكان المدق وبيبدأوا يقسموا المهمات بينهم. تايلور بيقول لكولر انه هو المسؤول عن انه يصنع الحفرة اللي هتوديهم على المدق، وبيطلب من بنسي انها تستخبى في المدرعة. واثناء كلامه بيلاقي روبوت تاني ظهر قدامهم، فما كانش قدامه حل غير انه يتعاون هو وتارون علشان يقضوا عليه. وتارون بيضرب على الروبوت صاروخ بس الروبوت ما بيتأثرش، وتايلور بيقرب منه وبيحاول يدمره، لكن الروبوت بيكون اقوى وبيضرب تايلور وبيوقعه. فبتقع السلسلة اللي فيها صورة بنته، ووقتها بيلاقي الروبوت هيدمر المدرعة اللي فيها بنسي. وتايلور بيفتكر الوقت اللي عرف ان بنته خلاص هتموت بعد انتشار الخلايا السرطانية فيها، فاتحمس وقام دمر الروبوت بسرعة. وكان بيبص علشان يشوف بنسي، بس بيلاقي ان جونسون قدامه لسه ما ماتش، وبيقوله انهم لازم يخلصوا المهمة دي بسرعة. وهناك في مركز العمليات لوسي كانت قدرت توصل للشخص اللي ادى الامر للروبوت انها تبوظ المهمة، وعرفت انه اللواء شون، وبلغت العقيد تام بالمعلومات دي. والعقيد تام اول ما عرفت راحت علشان تواجه اللواء شون بالكلام ده وتقوله انه هيتحكم بسبب اللي عمله، بس شون بيتريق عليها وبيقول لها ان خلاص الخطة البديلة هتتنفذ لان العاصفة التانية في الطريق ومفيش وقت. وبتطلع الطيارات اللي فيها الرؤوس النووية، وفي نفس الوقت ده بترجع الاشارة ان تايلور وفريقه لسه عايشين. وتام بتوقف كل حاجة وبتأمر الطيارات ترجع تاني، والعاصفة التانية بدأت والبندورة بدأت تكبر تاني وتدمر كل حاجة قدامها. وبسرعة جونسون بياخد الرصاص الجيني وبينزل المدق، وهناك بيلاقي ان كل الوحوش بتطلع من المكان ده، فبيرمي الرصاص وبتدمر كل الوحوش. وكمان بيقف نمو البندورة وبيتم انقاذ كل السكان اللي في المنطقة بي 16. وفي مركز العمليات كلهم فرحوا وكانوا بيحتفلوا، بس العقيدة تام ما نسيتش اللواء شون، وراحت علشان تحاسبه على كل اللي عمله وتقبض عليه، بس لقت انه انتحر. وبعد كده الدكتور تشان اشتغل على البندورة اكتر وعدلها جينيا علشان تقدر تنقل هواء اكتر، وفعلا بينجح في ده. وفي النهاية تايلور وتارون رجعوا اصحاب تاني. فيلمنا بيبدأ في أمريكا الشمالية عام 1917 مع البنت دي واسمها نارو، وعندها شوية مهارات زي إنها بتعرف تصنع علاج من الأعشاب والنباتات الطبيعية، ودي كانت حاجة مهمة جدا في وقتهم لأن الفيلم ده لسه قبل ظهور التطور بشكل كبير. وكمان من ضمن مهارات نارو إنها بتعرف تتبع أثر أي حاجة في الغابة. وكمان آخر حاجة ودي أهم حاجة إنها مقاتلة يجي منها، وبتحب تستخدم الفاس ده على إنه السلاح الأساسي بتاعها، وكانت بتتدرب كتير على استخدامه. لكن في يوم وهي بتتدرب شافت آثار رجلين لغزالة قريبة منها، فرحت عشان تصطادها وكانت سعيدة جدا بالصيدة دي لأنها غزالة شكلها محملة وهتوزن كتير، ويلا بقى هياكلوا لحمة هيصوا. لكن للأسف نارو كانت نسيت انها فقرية، وعشان كده الطبيعة حبت تفكرها، وحصل صوت قوي جدا وبسببه الغزالة خافت وهربت. فالكلب بتاعها حب يطرد الغزالة، لكن طلع كلب بس بمخه حمار ووقع في فخ، ونارو طلعته وعالجته وراحت بقى عشان تشوف ايه هو سبب الصوت القوي اللي حصل في السما ده. فشافت جزء منها فيه برق ورعد وشكله غريب ونازل منه جسم غريب هو اشبه بالنيزك، لكن ما اهتمتش بكده ورجعت تاني لقبرتها عشان تقابل اخوها اللي بيحب
يحب يعمل راجل قدامها، وقال لها تعالى نصطاد طائر، وهي كانت هتصطاد الطائر لكن كانت منتظرة يقرب منها شوية عشان لما يقع ما تتعبش على ما توصل له. لكن اخوها حب يشغل دماغه واصطاده قبلها، لكن هيضطر بقى يعدي نهر عشان يوصل له. فقالت له لا جدع يا روح بقى هاته. وبالمناسبة اخوها ابو مخ تخين ده اسمه تابي. ونارو سابته وراحت لامها اللي كانت بتصنع علاج لاهل القرية، لكن كان ناقصها نوع عشب معين. ونارو لما شافتها قالت لها العلاج ده مش هيعالج حد، وعشان تساعد امها راحت تجيب لها العشبة اللي ناقصة. ودي مركبة فضائية طايرة على كوكب الارض، وكمان بتختفي في وقت البشر ما فكروش يصنعوا طيارات اصلا. ولما طلعت للفضاء تاني كان من الواضح انها سابت وراها كائن فضائي وكمان عنده نفس قدرة الاختفاء. ونارو وهي بتجمع في العشبة اللي محتاجاها شافت شباب قريتها رايحين بسرعة عشان ينقذوا واحد منهم لان في اسد هياكله. والشباب وهم ماشيين حسوا بحركة وراهم فكانوا هيقتلوا الحاجة دي، لكن قبل ما يتهوروا نارو ظهرت في وشهم فقالوا لها ترجع، لكن اخوها تابي قال لهم لا خلوها معانا، وده لانها هتنفعنا في تتبع اثر الاسد، وكمان لو لقينا صاحبنا وكان لسه عايش هتعرف تعالجه. فوافقوا ياخدوها معاهم. وده بقى تعبان وكان ماشي في امان الله ورايح يصطاد فريسته وهو فرحان، لكن اتصدم يا عيني بعد ما اكتشف انه بقى فريسه للكائن الفضائي. وبعد ما قتله سلخ جلده ورماه كانه حاجه كده نهره. ونارو عرفت توصل شباب القبيله لصاحبهم، وكان مصاب اصابات صعبه فعرفت تعالجه برضه، لكن كان علاج مؤقت لحد ما يروح للقريه. واصحابه صنعوا له نقاله عشان يرجعوا عليها. وبالليل نارو قالت لاخوها ان صاحبهم لسه عايش لان في حاجه اقوى من الاسد خوفته، فساب صاحبهم وهرب، وعشان كده لازم ياخدوا بالهم لان الغابه دلوقتي بقت خطر. وفعلا كلامها اتاكد لما شافت التعبان المسلوخ وجنبه اثار رجلين غريبه، لكن ما حدش اقتنع بكلامها وقالوا لها دي اثار لرجل دب عادي. وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا لعرين الاسد وجهزوا نفسهم على شجره عشان يعملوا له فخ، لكن لما وصل فاجئهم وهجم على واحد من اللي على الشجره وطلع عشان يهجم على نارو، وكانت خايفه منه لحد ما شافت حاجه غريبه منوره في السماء فاتشغلت معاها، والاسد هجم عليها فطعنته في جنبه، لكن وقعت براسها على صخره فاغمى عليها. ولما فقت لقت نفسها في الخيمه عند امها فسالتها ايه اللي حصل مع الاسد، فقالت لها التابي اصطاده ورجع بيه. وفعلا رجع بيه وهو شايله على ظهره. وتاني يوم نارو كانت عاوزه تعرف ايه الضوء اللي شافته في السماء ده، وكمان عاوزه تعرف ايه اثار الرجلين اللي في الارض. فتسللت من ورا القبيله وراحت عشان تشوف ايه ده. وفي نفس الوقت كان في ذئب بيطارد ارنب لانه عاوز يتغدى، يعني هو مش عشان ذئب مش هيتغدى. المهم ان بعد مطارده كبيره وفرهده وتعب اول ما قفشوا فجاه خبط في حاجه مختفيه، فالارنب وقع منه وهرب تاني. والذئب هجم على الفضائي التاني لكن ضربه، ولما راح يهجم عليه للمره الثالثه الفضائي قتله وفصل راسه عن جسمه ومعرفش ليه بصراحه. وفي نفس الوقت نارو كانت بتحاول تصطاد نفس الارنب الفقري لكن هرب منها، بس هي ما استسلمتش واصطادت 2 غيره وعملت عليهم وجبة وكملت بحثها عن الكائن الغريب اللي بتبحث عنه. والفضائي طلع واخد راس الذئب عشان يعملها على شكل ديكور وعلقها في درعه، يعني قتل الذئب عشان يعملوا ديكور. مفيش حاجة اقل من كده موتة. ونارو وهي ماشية شافت قطيع كامل من المواشي وكانوا مقتولين ومسلوخين بطريقة بشعة، فحست بالخوف لكن كملت طريقها لحد ما فجأة وقعت في مكان طيني واشبه بالرمال المتحركة، وكانت كل ما بتحاول تطلع منها بتغرق فيها اكتر، لحد ما قررت انها تستخدم الفاس وربطته بحبل ورمته على شجرة قدامها، لكن ما مسكش فيها مرة واثنين وثلاثة لحد ما كانت خلاص هتغرق. وفي اخر مرة شبك في الشجرة فساعدها انها تطلع من الطين ده على اخر لحظة. وبعد ما نظفت نفسها وغسلت اسلحتها شافت قدامها دب فقررت انها تصطاده، لكن القوس بتاعها اتكسر. والدب شافها وحاول يهجم عليها لكن ما عرفش لانها على مكان عالي، فلف عشان يطلع لها وكان خلاص هيوصل لها، لكن الكلب قابله واستدرجه بعيد عنها فساب نارو وراح ورا الكلب. ونارو صلحت قوسها وحاولت تضرب الدب لكن ما ماتش، وكل اللي عملته انها خلته ياخد باله منها فراح وراها وهو حالف انه مش هيسيبها. لكن قبل ما يوصل لها فجأة الفضائي وصل وهو والدب هجموا على بعض في منظر مرعب. ونارو شافته فاتصدمت واتصدمت اكتر لما لقت ان المعركة بينهم كانت قوية، وكان بيقاوم قبال الدب كأنه يعني حاجة كده تافهة بالنسبة له، وكمان قتل الدب بكل بساطة وشاله كأنه قطة مش دب. فخافت وحاولت تهرب والفضائي شافها فسابها لان اجهزة الاستشعار بتاعته قالت له انها مش مصدر تهديد. ولما هربت منه لقت شباب قبيلتها في وشها وكانوا عاوزين يرجعوها للقرية، لكن حاولت تهرب منهم. ففي واحد منهم حاول يضربها، هو حاول بس، لكن كلته علقة ما كانش معتقد انه هياكلها، وهي عيني اتصدم بصراحة. لكن في واحد تاني اتدخل وضربوها وخدوها عشان يرجعوا للقرية،
لكن من حسن حظهم ان الفضائي كان فوقهم وبيراقب اللي بيحصل، وشاف سلاح في ايد واحد منهم فحس انهم مصدر تهديد. وفجأة في واحد منهم شاف ليزر على جسمه، وفجأة في سهوم اتضربت على مكان الليزر فقتلت الشخص ده. وبعد كده شافوا السهوم بتتسحب من جسم صاحبهم وما كانوش شايفين اللي بيسحبهم، فضربوا سهوم عشوائي لحد ما سهم خبط في الفضائي فشافوه، فظهر نفسه قدامهم ورجع اختفى تاني وبدأ يقتلهم واحد ورا التاني، وكانوا بيقاوموا معاه لكن بدون فايدة، وده لانه خلص عليهم بكل بساطة. ونارو استغلت الفرصة وحاولت تهرب منه بسرعة وهو مشغول معاهم، لكن شافها وبدأ يطاردها بسرعة لحد ما هي وقعت في فخ، فوقف قدامها وسابها ومشي. لكن ما لحقتش تفرح كتير لان في قبيلة تانية شافتها وكانوا متطورين شوية ومعاهم اسلحة، وضربوها فاغمى عليها وخدوها عندهم اسيرة. ولما فاقت شافت ان هم دول نفس القبيلة اللي قتلوا قطاع المواشي كامل، وبدأوا يستجوبوها عشان تقول لهم على مكان الفضائي او اي طريقة عشان يوصلوا ليه بيها، فرفضت تتكلم. وطبعا الجماعة دول ما كانوش بيهزروا، فجابوا اخوها اللي كانوا قابضين عليه هو كمان وبدأوا يعذبوها عشان تتكلم. وهي طبعا ما اتكلمتش، مش لانها مش عايزة تتكلم، لا هو عشان هي ما تعرفش حاجة عنه اصلا. فربطوهم في شجرة هما الاتنين عشان يكونوا طعم للفضائي، وكمان كانوا مجهزين له فخ عشان اول ما يوصل يقتلوه. لكن هو ظهر من وراهم وقتلهم بدون ما ياخدوا بالهم واحد ورا التاني. وراح عشان يقتل نارو اخوها، لكن في مجموعة طلعوا عليه من تحت الارض وحاولوا يقتلوه، لكن خلص عليهم بكل بساطة، وده لانه معاه اسلحة كتير وكلها متطورة وقوية جدا. وبعد كده راح عشان يقتل نارو اخوها، لكن كانوا فكوا نفسهم من الشجرة اللي مربوطين فيها وهربوا. ونارو رجعت تاني عشان ترجع الكلب بتاعها من الناس اللي كانوا خاطفينها، لكن اتفاجئت بكام واحد في وشها فدخلت معاهم في معركة، وبصراحة عملت معاهم الصح، وكانت قوية جدا ورشيقة وخلصت عليهم في كلمة ونص، وحررت كلبها وخدته وهربت. والفضائي كان بيعالج نفسه من كل الجروح والاصابات اللي اتصاب بيها، ورجع تاني لطبيعته وكانه ما اتصابش بخربوش واحد. وفي واحد ثبت نارو بسلاح وكان مصاب وطلب منها تعالجه، فقالت له شيلي السلاح ده من ايدك، فنفذ كلامها وهي فعلا بدات تعالجه واستخدمت معاه عشبه صفراء. وفعلا العشبه دي ساعدته في انه يستحمل الالم شويه. لكن فجاه الفضائي وصل عندهم فاستخبت منه، والشخص ده معرفش يهرب فعمل نفسه ميت. والفضائي فعلا شافه ميت في اجهزه الاستشعار بتاعته، لكن داس عليه بالغلط فصرخ وهو خايف فقتله. وفجأة كلب نارو وصل والفضائي كان هيقتله، لكن تابع اخوه وصل من ورا الفضائي واتضربه فوقع الخوذة بتاعته، ودي بقى الخوذة المسؤولة عن تصويب الأسلحة. فبدأ يضرب عشوائي ومعرفش يقتل الكلب ولا يقتل حد، فرجع خد الخوذة تاني لكن ملحقش يشوف بيها لأن تابع هجم عليه برمح فخرمه. وبعد كده دخل معاه في معركة وكان بيقاوم معاه لحد ما فجأة الفضائي اختفى. وفي الوقت ده تابع عرف انه خلاص هيموت وقال لاخته هربي بسرعة وهو مشغول معايا، لكن ملحقش يكمل كلامه لأن الفضائي ظهر من ورا وطعنه فقتله بكل بساطة. وبعد كده راح لنارا عشان يقتلها هي كمان، لكن قبل ما يوصل لها تابي طلع لسه ما ماتش وطعنه في رجله فوفر في فرصة النار عشان تهرب. وفعلا هربت، وبالصدفة وهي بتهرب شافت الشخص اللي ضرب اخوها وعذبه قدامها، فقررت انها تنتقم منه وراحت بسرعة وضربته في راسه فاغمى عليه. ولما فاق اتصدم لانه لقى رجله مقطوعة وجنبه سلاح، لكن السلاح ده كان فاضي. ونارو قاعدة في وشه قالت له انت خليت اخويا ينزف وانت دلوقتي هتنزف. وبعد كده كانت العشبة اللي شافت انها خافت الراجل اللي كان مريض من قدام الفضائي عشان تختفي هي كمان والفضائي ما يشوفهاش. وفعلا الفضائي وصل عندهم وشاف الشخص ده واقع على الارض وهو معاه سلاح، فعرف انه تهديد وراح له عشان يقتله. وفعلا فات من جنب نارو بدون ما يشوفها فوقفت في ظهره وضربته طلقه. الطلقه دي كانت في راسه لكن ما قتلتوش، والخوذه وقعت منه ونارو خدتها وهربت لحد ما وصلت لمكان معين وجهزت فيه شويه افخاخ عشان لما الفضائي يوصل لها، وكانت مجهزه نفسها صح عشان تعرف تستقبله. وفعلا كبدايه نطت فوقه من على شجره عاليه وطعنته كتير فشالها ورماها بعيد عنه، وبكده المعركه بدات بينهم. لكن كان بيضرب عشوائي لانه مش شايف هو بيهجم ازاي، وده تسبب في ان نارو قطعت له دراعه فضربها وكان هيقتلها، لكن عرفت تتفاداه وهربت منه واستدرجته لحد ما وقع في بركه الطين المتحركه وفعلا غرق فيها، لكن عرف يخرج منها تاني. وبكده نارو تعتبر خلصت كل خطتها الا خطه واحده، وهي انها كانت مجهزه الليزر بتاعه اللي في خوذته على البركه. والفضائي كان مغفل وضرب بالسلاح بتاعه عشوائي والطلقه لفت ورجعت له تاني لانها متوجهه انها تروح على مكان الليزر، وبكده هو اللي قتل نفسه. ونارو انتصرت عليه وخدت راسه ورجعت بيها للقريه بتاعتها اللي الكل لما شافها اتصدم وغيروا فكرتهم عن المرأة ان مكانها هو المطبخ بس. ومن هنا عرفوا انها تقدر تعمل اي حاجه، وبكده ظهر مصطلح سترونج اندبندنت وومن.